السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه رأيكم النهارده نعمل حاجة حلوة مع بعض؟ هنعمل كيكة الرواني. من الكيكات الحلوة قوي. نسمي الله كده ونبتدي. احنا هنا الاول هنعمل الشربات بتاعها. هنعمل كوبايتين مية على كوبايتين سكر. حطهم بس على النار لحد لما ابتدي اعمل في الكيكة. بتاخدش يعني يا دوبك بعد ما تغلي كده 5 دقايق اروح طافية عليها مع نص ليمونة، وفي الاخر هحط معلقة، نص معلقة كده فانيليا. كيكة الرواني دي اللي هي هتتحط 3 بيضات. وهنعمل كوباية اللي هي اللي هي دي البسبوسة. وهنعمل كوباية دقيق ونص كوباية جوز هند مبشور، المبشور اللي هو الناعم. هنا انا ضربت 3 بيضات، هضربهم كويس قوي مع الفانيليا. هفضل اضرب فيهم كده لحد لما إيه اضربهم كويس يعني، واحط معاهم كوباية السكر. هو انا بصراحة لو الكيكة دي كانت انا ليا انا ما كنتش احط كمية السكر دي كلها، لان ما بصراحة دي كانت مسكرة. ممكن انتي تتحكمي في السكر بتاعك. دي اللي عاوزينها مسكرة وبيحب السكر ياما. كنت هقلل السكر في الكيكة، وكنت هقلل السكر في الشربات. هنا هضرب برضو، هخلط البيض مع السكر لحد لما اخلي الخليط ناعم جدا. هخلي مفيش ملامح للسكر. بتحسي بيه طبعا وانتي بتخلطيه كده بالمضرب، بتحسي ان خلاص مفيش حاجة خشنة من السكر خالص. معاها زبدية هخلطها برضو. واحط بعد كده كوباية دي البسبوسة. بعد كده هنخل كوباية الدقيق. واحط برضو هنا اهي نص كوباية، دي نص كوباية زبدة. عايزة تحطي زيت، عايزة تحطي سمنة، اللي يريحك. وهنا اهي كوباية البسبوسة. دي البسبوسة هضربهم برضه، اخلطهم كويس مع بعض. بعد كده هحط ال اسمها جوز الهند. دي نص كوباية جوز هند. برضه اخلطهم جامد مع بعض كده. وكنت مسخنة ابتديت كده اسخن الفرن. سخنت الفرن، وكنت برضه محضرة الصينية حاطة فيها ورق زبدة وعقبال ما اخلص المكونات بتاعتها هضربهم كده برضه، اخلطهم مع بعض. بعد كده هحط كوباية دقيق عليها كوباية عليها سوري ظرف بيكنج باودر اللي هو كيك شيف. و... وطبعا ذرة ملح كده بتاعت العجين. السكر بتاع الشربات بتاعها انتي تقدري تتحكمي فيه. شوفي انتي عاوزة الحاجة مسكرة، الحاجة سكرها خفيف. السكر اللي يريحك اعمليه. السكر الحاجة الوحيدة اللي انتي ممكن تتحكمي فيها. هي بصراحة كانت حلوة يعني، انا دقتها بس هي مسكرة يعني. بالنسبة لي انا هي مسكرة، لكن اللي هم بيحبوا الحاجة المسكرة لا، هي حلوة بالنسبة لهم. وبصراحة من الكيكات الجميلة يعني. هنا اقدر اعملها كده بالمعلقة كده، وسهلة وبيبقى طعمها حلو. وان شاء الله نعمل كيكة الذرة مع بعض بإذن الله. حبايبي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم كده. هي قوامها على فكرة بيبقى تقيل، ما بيبقاش خفيف زي يعني اتقل من الكيكة بقى. قوامها بيبقى اتقل من الكيكة عشان هتتشرب بالشربات. اظبطها بس كده. اهي كده كانت طلعت. اصب عليها الشربات. انا محطتش عليها الشربات كله يعني، الشربات كان ياما يعني. واحط برضه ازوقها بالجوز الهند. وبألف هنا وشفا على الأكل. بس من جوه شكلها عامل ازاي اهي. ايه رأيكم حبايبي؟ ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم كده. يا رب يكون عجبكم.